هقطعك 60 حتة. لا، أنا عبد مأمور. ابتدت الحكاية مع محمد بيك الدفتردار، أحد رجال محمد علي وجوز بنته نظلي. كان قوي وشديد وبيثق فيه محمد علي وبيعتمد عليه في فرض الأمن وجمع الضرايب. في يوم من الأيام نزل محمد بيك الدفتردار القرى يطوفها علشان يحقق فيها العدل ويشوف إيه أخباره وإيه أحوال الناس، وقابل فلاح فقير بيبكي بشدة وبيشتكيله إن ناظر الدايرة أخد البقرة بتاعته وذبحها وقطعها 60 حتة وباع الحتة بقرش علشان يجمع ال60 قرش اللي اتأخر الفلاح في دفعهم، وكمان ادى راس البقرة مقابل للجزار. محمد بيك الدفتردار بعت وجاب الناظر وكلبشه وكتفه في ساحة كبيرة، وجاب الجزار وسأله إيه اللي حصل؟ قال له يا بيك، ناظر الدايرة جابني واداني البقرة دي وأمرني إن أنا أذبحها وأقطعها 60 حتة واداني الراس بتاعتها مقابل، وأنا عبد مأمور. فبص محمد بيك الدفتردار وعينه بتطق شرار وكل اللي حواليه ميتين في جلدهم من الخوف ومن الرعب، وبص للجزار وقال له طب أنا بأمرك إن أنت تذبح ناظر الدايرة. بدون أي تردد سحب الجزار سكينته وجاب رقبة الناظر على الأرض، ومش بس كده، ده أمره كمان إن هو يقطع جسم الناظر ل60 حتة، وأمر الناس إن هم ييجوا يشتروا الحتة بقرشين، وبعدها إدى راس الناظر مقابل للجزار نظير ذبحه، وخد الفلوس واداها للفلاح الفقير علشان يروح يشتري بقرة جديدة بدل اللي الناظر خدها منه ظلم. الحكاية دي حقيقية وحصلت وهتلاقوها موجودة في مراجع الجبرتي وكمان في كتاب كان وأخواتها للمؤرخ جمال بدوي. كل ده أصبح ذكرى، زي ما احنا كمان 100 سنة هنبقى ذكرى، ويبقى التاريخ هو الحكاية، والحكاية بين الشوارع والجدران.